ليه دايما بنقول ما عندناش حاجة نلبسها برغم ان الدولاب مليان هدوم كتير ما بلبسهاش، بتعدي عليها سنة واتنين مش بلبسها. المشكلة هنا مش في كمية الهدوم ولا في قلتها، المشكلة هنا في روقان دماغي، في روقان الدولاب. روقان دماغي بيجي من روقان دولابي. السر هنا في اختياري لألواني، اختياري لنوعية القماش، اختياري للذوق، الحاجة اللي هتناسبني بالليل ولا بالنهار، اختياري لنعومة الحاجة على جسمي. يا مساء الجمال على كل ست قررت إنها تعيش ملكة في تفاصيلها البسيطة. أهلا بيكم في الحلقة السادسة من سلسلة الست الرايقة. أنا هبة اللي أول مرة يشوفني، ودي قناتي بودكاست تاج. النهاردة هنتكلم عن حاجة بنقابلها كل يوم أول ما بنفتح عينينا، هو دولابنا. دولابك هو اللي بيحسسك بالراحة والثقة، هو اللي بيحسسك بالكركبة والتوتر. هناك فرق شاسع ما بين الشيئين. الست الرايقة مش هي اللي عندها هدوم كتير، هي اللي عندها هدوم صح. والنهاردة هنعرف مع بعض ازاي نحول علاقتنا بملابسنا لوسيلة بتزود هدوءنا النفسي، مش هيكون عبء علينا. أول حاجة بنقع فيها هي فخ الهدوم الكتير والكركبة. لو انت سمعتي عن قاعدة 20-80، الدراسة دي بتقول ان احنا بنلبس 20% بس من هدومنا، و80% من الوقت الباقي بيبقى كله زحمة وكركبة هدوم بتسحب من طاقتنا كل يوم. و80% من باقي هدومي انا مش بلبسها، مركونة في الدولاب، ما بعملش بيها اي حاجة. واغلب وقتنا بنقضيه في ان احنا ازاي بنقعد نختار هدومنا، انا بلبس ايه او هلبس ايه النهارده او هلبس ايه الصبح، هلبس ايه وانا نازله، هلبس ايه وانا في مناسبه. بقعد ادور في وقت طويل جدا انا هلبس ايه، ومش عارفه البسه ومش عارفه اوفق ايه مع ايه من كتر الهدوم اللي موجوده في الدولاب. وطبعا الكلام ده بينطبق على الأحذية وعلى شنط الخروج، ده سيان، بس احنا هنتكلم بصفة عامة في الهدوم، لأن الهدوم بتبقى برضو أكتر حاجة تقدري تتخلصي منها بكل سهولة. هنتكلم مع بعض النهاردة باستفاضة علشان نفهم احنا هنعمل ايه. الست رايقة بتطبق مبدأ الأقل هو الأكثر. يعني كل ما كانت عدد القطع اللي عندك في دولابك مثلا من بيجامات أو ترنجات أو أي حاجة من اللي بتخرجي بيها، بلوزة، جيبة، دريس، بقت جودتها أحسن. كل ما كان قرارك في لبسك النهاردة هيكون إيه، بيكون اختيارك في اللبس دوت بيبقى أسرع وأروق. كمان اختيارك للالوان مش بس شكل، يعني مش هختار شكل الحاجه اللي هلبسها، ولكن اختياري للالوان كمان بيكون ده بيديني طاقه كويسه وطاقه حلوه. يعني لازم اختار الوان تكون مناسبه ليا او انا بحبها، مثلا بحب البسها، بحب ابان فيها، شكلي فيها بيكون افضل، لون بشرتي لايق على اللون ده او اللون ده لايق على لون بشرتي. الحاجات دي زي درجات النوت، مثلا زي البستل بتدي ايحاء بالسلام النفسي والروقان، بيديكي احساس بان انت مرتاحه. الست الرايقه بتهتم بملمس القماش كمان على جسمها، القطن والكتان والحرير بيخلوا دايما جسمك بيتنفس ونفسيتك بتبقى مرتاحه طول اليوم. حاجة مهمة قوي هنتكلم عنها، مش بالضرورة ان يكون لبس البيت بتاعك يكون هدوم قديمة، بلاش لبس بيتك يكون شكله مش احسن حاجة ويكون من نوعيات رديئة. في البيت لبس البيت لازم يكون مريح، وانتي واقفة في مطبخك، وانتي بتنامي، وانتي قاعدة على الصالون، ولا قاعدة في انتريه، ولا قاعدة بتشربي كوباية شاي، فنجان قهوة، قاعدة مرتاحة مش بتعملي حاجة، لازم تكوني مرتاحة. ولازم يكون الشكل الحاجة يكون شيك، مش بالضروري ان انت تلبسي حاجة قديمة او حاجة مقطوعة. بلاش الشكل ده، والحاجة دي بتدي احساس كده بالخمول وبتدي طاقة سلبية. اختيارك للبس البيت وشياكتك فيه والملمس الناعم، الحاجة المريحة، بيحسسك دايما بقيمتك وانت قاعدة مع نفسك ومع اولادك. الروقان معناه التخلي قبل التحلي، يعني اتخلى عن الحاجة اللي مش محتاجاها ومش بلبسها دايما، يعني اتخلى عن الحاجة اللي مش بلبسها او مش بحتاجها لما اكون في حاجة انا حلوة وعجباني لكن للاسف انا مش مستخدماها. اي حاجة مقاسها مش مظبوط عليكي او مش لايقة عليكي، او مثلا مقاسها صغر عليكي لان انت مثلا جسمك ملا شوية، او بقالها سنين انت مش بتلبسيها، مكانها مش في دولابك، مكانها بره. حاولي تخرجيها باي نية، بنية التبرع، بنية اهداء، خرجيها باي وضع، لان خلاص انت مش محتاجاها، لمجرد ان عدى عليك
عليها في دولابك سنة او اكتر وما بتلبسيهاش لمجرد ان انت محتفظة بيها لغلو سعرها او لخامتها الحلوة لشكلها اللطيف او ليها ذكرى عندك، حاولي تتخلصي منها وتتخلي عنها علشان تقدري يعني تقدري تفضي مساحة في دولابك. وانتي بتفضي المساحة دي بتفضي في مساحة كمان في عقلك، بتسمحي لبركة جديدة تدخل حياتك. لما تفضي مكان في الدولاب هتلاقي مكان لحاجة جديدة تعرفي تجيبيها او تعرفي تحطيها. كمان لما بتيجي ترتبي دماغك وترتبي افكارك وترتبي دولابك انت بتبقي مرتاحة. انا عارفة النهاردة المجموعة دي مجموعة بيجامات، انا عندي 5 6 بلبسهم مثلا في البيت او بلبسهم اثناء النوم. يعني انا بلبس حاجة معينة قبل ما انام، فمتعودة هم 5 6 بلبس منهم. النهاردة دي مش نظيفة، النهاردة دي موجودة، ماشية تدريجي. لكن كتر العدد الحاجة دي بتخليني مشتتة، مش عارفة البس ايه مع ايه، او اوفق بنطلون ايه مع جيبة ايه او مع بلوزة ايه. في كل الكلام ده بيخلي في تشتت في الدماغ. في الاخر لبسك ده هو الرسالة اللي بتبعتيها لنفسك كل يوم وبتبعتيها للناس، لنفسك قبل الناس. خليكي رايقة في اختياراتك وبسيطة في مظهرك، هتكوني انت من جواكي مرتاحة. والحاجة اللي انت متعودة قاعدة بيها في بيتك تكون خامة مريحة. دوري على حاجة انت بترتاحي فيها وخامات معينة انت اتعودتي عليها وتكوني بترتاحي فيها. مش بالضرورة تكون انا بحب الحرير وبتعود البسه ومرتاحة فيه فانت هتحبيه، في ناس تانية ما بتحبوش. مثلا انا بحب الكتان واحب البسه، انت مش بتحبيه. شوفي الخامة اللي تناسبك والحاجة اللي بتحبيها وتعاملي معاها ودايما جيبيها علشان تبقى مريحة بالنسبة لك. يا ريت تكتبي لي في الكومنتات ايه اكتر لون بيحسسك بالهدوء لما بتلبسيه، ويا ترى جربتي قبل كده تخففي كركبة دولابك وفرق معاكي ولا لا. واشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله من بودكاست تاج، وخليكم دايما رايقين وفي حفظ الله ومع السلامة.